أكتر غلطة ممكن تدمر حياة بنت إنها تختار الراجل الغلط، مش علشان هي ضعيفة، لكن علشان صدقت كلمة حلوة وتجاهلت علامات وإشارات قدامها. إيه هي العلامات اللي تختاري بيها الإنسان اللي هتكملي مع حياتك؟ الجواز قرار مصيري. اختيار شريك حياتك مش بس عن حب أو إعجاب، لازم يكون عن توافق، تفاهم، احترام، عن نضج فكري، أمان نفسي. ازاي تعرفي ان الشخص ده مناسب؟ في علامات هقولك عليها قبل ما تقولي موافقة. ما تنسوش تعملوا لايك علشان كل بنت تستفيد، وكملي الفيديو لحد النهاية علشان في كلام مهم جدا. انا اسيا عبد الرحمن ودي نضارة الصبح. يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ فيديو النهاردة علشان قوي جدا. اول علامة، اول حاجة، يحترمك مش بس بيحبك. يحترمك مش بس بيحبك. الحب مهم جدا، لكن الاحترام هو الأساس اللي العلاقة الزوجية بتعيش عليه. شوفي طريقة كلامه معاكي، بيحترمك وبيقدر طريقة تفكيرك، بيتعامل مع رأيك ازاي، بيقلل منك، بيقاطعك وانت بتتكلمي، ولا بيسمعك ويقدرك. اللي تتجوزيه لازم يكون بيسمعك ويقدرك ويحترمك قبل ما يكون بيحب. تاني علامة، أخلاقه. أهم حاجة أخلاقه، وأخلاقه بتبان في المواقف الصغيرة. شوفي بيتعامل إزاي مع أهله، بار بأهله. لو ملوش خير مع أهله مش هيبقى ليه خير فيكي. شوفي بيتعامل إزاي مع الناس الأضعف منه، عنده رحمة. بيتعامل إزاي مع اللي بيخالفوه في وجهات النظر، بيتقبل الاختلاف في وجهات النظر باحترام. بيحترم الكبير، أصيل، بيفتكر الحاجة الكويسة اللي بتتعمل معاه مهما عدى عليه وقت. كل دي صفات لازم تكون موجودة فيه. بيصلي، متدين، بيعرف دينه أو على الأقل أساسيات في دينه. على فكرة اللي بيعرف دينه وبيخاف ربنا هيعاملك بما يرضي الله. الطريقة اللي هتشوفيها بيتعامل بيها مع الناس هي دي الطريقة اللي هيتعامل بيها معاكي بعد الجواز. فركزي على أخلاقه. أخلاقه هي شخصيته. ثالث علامة، صادق مع نفسه ومعاكي. بمعنى مش بيخبي عليكي أي حاجة، ولا بيلف ولا بيدور. ولو غلط بيعترف بغلطه، ولو في حاجة مش واضحة بيشرحها من نفسه. بيحب يعيشك معاه تفاصيل يومه، وبيحب يعيش كل لحظة في تفاصيل يومك، لأنه واضح وصادق مع نفسه. رابع علامة، مثالي. يعني ايه مثالي؟ يعني لو حاسة انه مثالي بزيادة. خدي بالك، الشخص الحقيقي بيكون فيه عيوب ومميزات، وبيعترف بعيوبه جدا وبيشتغل على نفسه علشان يكون أفضل وأحسن. لكن لو هو شخص مثالي مفيش فيه غلطة ولا عيب، ده تمثيل. مفيش حد كامل، ركزي على النقطة دي، مفيش حد كامل. لكن انت بقى لو شايفة عيوبه ومميزات دي قصة تانية. خامس علامة، التفاهم. التفاهم هو اللي بينجح أي علاقة زوجية. التفاهم هو اللي بيحل المشاكل، بتبقى المشاكل أقل لأنك فاهمة جوزك وعارفة إيه اللي بيزعله وإيه اللي بيضايقه. بتكوني فاهماه من نظرة عينيه، وهو كمان بيكون فاهمك جدا، فبالتالي المشاكل الزوجية بتكون أقل من أي علاقة زوجية تانية. لازم يكون تفكيركم واحد في الحياة، في الدين، في الأهداف. الحب لوحده مش كفاية لو الأساس مختلف. سادس علامة، الأمان. إنك تحسي بالأمان معاه مش بالضغط. يعني إيه؟ يعني لما تتكلمي معاه ترتاحي، بتحسي إنك على طبيعتك، ولا بتكوني خايفة وإنت بتتكلمي إنك تغلطي؟ الأمان أول ما تخافي هو أول إنسان تدوري عليه. بتحسي معاه بالأمان، دايما يحسسك إن هو المسؤول عنك، ده هيحسسك بالأمان. لكن طول الوقت لو بيلوم عليكي في تصرف أو فعل انت عملتيه، أو يشيلك انت المسؤولية، كده هو بيضغط عليكي وعلى أعصابك. لكن الأمان إنك تكوني مطمنة وانت معاه. سابع علامة، لازم يكون بيخاف عليكي. لازم دايما يكلمك على حجابك، لبسك، صلاتك، التزامك، بيدعمك. لو بيدعمك يبقى بيخاف عليكي وبيحبك وعايز ربنا يكون راضي عنك. لكن لو بيغير منك وبيبعدك عن الالتزام يبقى مش بيخاف عليكي. العلامة الثامنة،
لازم يكون في تفاهم في الخلافات. يعني لما بتتخانقوا بيتكلم بهدوء ولا بيزعق ويكسر؟ طيب لو زعق وكسر بيعتذر، بيحاول يصلح اللي عمله، ولا بيكبر المواضيع ويختفي، ينزل يخرج أو ينام؟ لازم يكون في تفاهم في الخلافات، بس برضه في حاجة، لازم تديله فرصة يتكلم ويشرح وقت الخلاف، ما تقفليش الباب، اديله فرصة يصلح، وتتعاملي بهدوء مش عصبية. ولو صلح تقبلي الصلح علشان يتعود يصلح أي غلطة بيعملها. لكن لو قفلتي باب الصلح مش هيعتذر ولا هيصلح غلط بعد كده. العلامة التاسعة، بيشوفك انت من جواكي، بيشوف روحك مش بس شكل. بمعنى معجب بشخصيتك وعقلك وطريقة تفكيرك، مش بس شكلك وجسمك. لو مهم عنده شكلك، الشكل مش دايم، لكن الشخصية ده كيانك، لازم يحترم ده. لازم يكون بيحب روحك، تفاصيلك، مش شكلك. العلامة العشرة والأخيرة، لازم يحسسك بقيمة نفسك وشخصيتك، وإنك ليكي وجود مهم في حياته. بمعنى لو بيحب ياخد رأي حد في حاجة، أول شخص بيجي في تفكيره انتي، فده معناه إن شخصيتك ليها أهمية عنده، انتي مهمة. بيديك الثقة في نفسك وبيخليكي تحبي نفسك، مش بيقل منك ويفقدك الثقة في نفسك ويخليكي تكرهي شكلك، طبعك، حياتك. وفي حاجة مهمة جدا، خليكي واثقة في نفسك. الراجل بيحب الست اللي واثقة في نفسها وشخصيتها قوية، لكن اللي ثقتها مهزوزة دي اللي بتدمر نفسها وحياتها وبتديله فرصة يكرهك في نفسك. الخلاصة، افتكر دايما انك مش بتختاري راجل وخلاص، انت بتختاري اب لاولادك وشريك عمرك اللي هتشوفيه كل يوم وانت تعبانة، زعلانة، مكسورة وفرحانة. اختاري اللي يستحقك، مش اللي بيوعدك بوعود جميلة من غير افعال حقيقية. الحياة مع الشخص الغلط بتكلفك سنين من عمرك، وممكن تكسر فيكي حاجات ما ينفعش تتصلح. خدي بالك من اختيارك، لانه مش هيغير حياتك، ده هيغيرك انت كمان. لو الفيديو ده لمس فيكي حاجة، لايك علشان كل بنت تستفيد. استني هقولك حاجة، ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.